4 ايام بتنزل من مخرج الدم، هي اصلا. عارف كيف؟ ايوه. هلا اني بقولوا انه كانت تنزل من عندها هيدي المشكله من اثيوبيا. عارف كيف؟ ايوه. ايه هذا البنت يا معلم كل جمعه 10 ايام 3 4 ايام تعمل مشكل مع مدام، مع عارف كيف؟ ايوه. اليوم على اساس حلينا المشكل واتصلنا بمكتب اثيوبيا هيدي زيتونه. عارف كيف؟ ايوه. وزيتونه نبهت عليها وقالت لا عيب خلص، ما انت ما فيك تفلي، الجماعه دافعين مصاري، وين بدك تروح؟ مين بده يدفع مصاري؟ عارف كيف؟ ومكتب ما بده اياها. عرفت؟ طيب نحن الليله عمي كم صار لها عندكم هي؟ كم يعني 3 تقريبا؟ شهور 3 شهور بس. طيب، لو هي انا عارف يعني من القانون اذا كان عندها 3 شهور يعني ايه المصاريف ياخذ المكتب، مم. لازم يدفعوا المصاريف مكتب والمصاريف. منو قبلان، مكتب منو قبلان. بس يحكوا مكتب هني، المكتب يحكوا لازم. مكتب لبنان، يحكوا مكتب هني لبنان. عرفت كيف؟ ايوه. في مكتب لبنان هني يحكوا. انا مختلف انا وياه. اها. طيب. ايه في مصاري يا اخي، بتدفعوا المصاري، انا بكره بستحجز له وبزعل بقول له تروح على تشوف طيب، شو يعني. كم هي مصاري؟ عرفت كيف؟ كم المصاري اللي عليها البنت؟ يا اخي انا دافع 2500، يعطوني 2000 وروح اشوف. طيب، وهي يعني 3 اشهر اشتغلت والراتب؟ اخذت مصاري، انا حولت اثيوبيا $250. ايوه. هي بعد اذا شو اسمه في لها 150 دولار. طيب، ايه يعني دحين انت تقول $2000 وانت تبعتها يعني ايه ايه للبلد. انتوا تحجزوا لها بعتها اثيوبيا. طيب. وانا اتكلم مع اهلها واتصل عليك. اتكلم مع اهلها انت واتصل علي وانا ناطر كلامك، وبكره انا بحجزها ايوه. وببعتها اثيوبيا. طيب، ممكن اذا سمحت ممكن انا اتكلم مم. مع بنت عمي. انا هلا بسهره، انا هلا بصيدا اسمه بتتكلم مع بنت عمك. طيب. بكره الصبح. طيب، خلاص، انا اتكلم مع بأمر اهلها عيونك. واتصل عليك. طيب. ايه ما بيأثر عمي، نحن ليك يا حبيبي، نحن جبنا هذا البلد نحن تشتغل. ايوه. ما بدنا نعذب حدا ولا نحن والله العظيم شكرا، نحن جبناها تكرم لانه حبيبي. تساعدنا ماما والبلاد. كيف؟ تكرم. هي خيي عندها مشكل. عارف كيف؟ ايوه. خلص جاي حاطه براسها تروح هي تهرب. ايوه. انا هربت هلا اليوم بعد الظهر، والله العظيم عذبتني كثير، شي 5 ساعات تبرم علي. عارف كيف؟ طيب. وبرمنا الدنيا على اللي لقيناها. طب هي بتعرف تروح، هي ماشي بالوديان وبالمدري شو. انا ايوه. رجعت بعت شباب لحكي لي مشوها وجابوه. طيب. عارف كيف؟ انا هون بالبوليس في لبنان يعني. عرفت كيف؟ انا ما حابب الا ولا مره هي اصلا هي مش عرفتني انه انا هون بالبوليس. عارف كيف؟ ولا طيب. بحب انا احكي اتعاطى معها، وانا اذا صار في شيء مشكله هي ومدام انا بوقف بصفها هي، مش بصف مدام والله. بس هي نمرودي، هي ما عم تعرف تتعاطى مع مدام. طيب. عرفت يعني؟ انت بتقبل انت بنت جاي عندك بالبيت كل يومين تحط هيك تلعب بمنخاره تنزل الدم؟ انت بتقبل الدم هيك يضل على الارض والله انا استغربت يعني، انا يعني عارف، انا عندي برضو اصحاب اللبنانيين، عارفهم مم. طيبين وكرماء يا وعندي حبيبي يا حبيبي، وانا نحن عندي اولاد اصدقاء من بيوت يا لبنان، عمي. وانا يا استغربت حبيبي نحن يعني اولاد لما بيوت، سمعت لا انها. اعوذ بالله وحياة رسول الله اشهد بالله نحن عم نعملها ايوه. احلى ما عملوها اهلها. عارف كيف؟ بس ايوه. هي خلص بدها تفل من عنا. طيب. عارف كيف؟ طب انا مين بدي مكتب بدوش اياها، مكتب قال لي انا مين بدي اعطيها. عارف كيف؟ لا، المكتب لا، المكتب لازم ما يرجع بده لك ما بده فلوسك، لان اللي ما هي بده عندك 3 شهور. ما بده المساء اختي عاطوا. ايه انت يحكوا هني مع تعطيني المكتب، رقم انا المكتب. بعطيها على المكتب انت احكي. تعطيني رقم المكتب، انا اكتب لك الحين في واتساب، اكتب لك في واتساب يا بالرقم اخي هذا. اكتب لي واتساب بعطيك رقم المكتب صرف منك ايوه، وانا له اتصل البنت انت بالمكتب، مسؤول عنها. والمكتب يعني مجبورين انهم يدفعوا لك المصاري. اوكي، اذا ما دفع المكتب مصاري مين بده يدفع؟ خلاص، نحاول يعني نشوف، اتكلم مع اهلها، نشوف الحل. ايه طيب، بس يلا يعني انا ما عندي احنا شوف، مشكله. انا احنا وينك انا اذا دفعوا لي مصاري عرفت ايوه. كيف؟ ما ايوه. بسفرها اثيوبيا، تروح هي عندها حدا هون بلبنان يدبرها، فيها تروح تشتغل برا تدبر حالها اذا بدها تضلها هون. واذا ما بدها بسفرها، انا ما عندي مشكله. طيب. طيب، خلاص، انا اتصل عارف عليك، كيف؟ اتكلم مع اهلها يلا وارد انا عليك. انا طيب. ما طالما انت من اهلها انا بحكي اللي بدك اياه انا وياك حبيبي. نحن اولاد بيوت حبيبي. طيب. نحن ما جايبينها لحتى نعذبها، نحن هي نفس مثلنا مثلها. ايوه، صح. صح. عارف كيف؟ صح. ولو حبيبي انت. طيب، لا، ما في مشكله. انا برضو يعني بعثوا لي لا فيديو. لا الا اما بس. ما في اي مشكله، هي ما حابه تقعد بيت والمكتب ما بده يدفع مصاري للزلمه. عارف كيف؟ ايوه. دبروا لي مصاري، اذا عندها حدا هي هون بلبنان انا بوصلها على بيروت.
انا بقول لها روح يا اختي وبكتب انه هربت، عارف كيف؟ طيب تروح تشتغل هي وما بدها عندها حدا يدبر لها بيوت شغل، انك في كثير بنات اعطوني مصاري وخذوها، طيب عارف كيف؟ طيب حول لي مصاري انت او مكتب يعطيني مصاري وترن. خلاص شو بدي فيها يا اخي؟ تعذبني هي، عم تعذبنا كل يوم مشغل البيت. خلاص تقبل انت؟ انا اتكلم مع اهلها واشوف الحل احكي مع اهلها، هي قول لهم هي البنت بخير وبسلامه، بس ايوه الزلمه هيك القصه. حكيت معه بالبوليس هون بلبنان، عارف كيف؟ ايوه انت بدك يا اخي تحل المشكل، بتقولوا لي حول لي مصاري وانا بدفع لك، بقول لها روحي تسهل، طيب وبكره الصبح بتحكي معها. خلاص بكره بس لازم انا احكي معها. احكي مع بكره، انت احكي معها وشوف شو تسوي انت واهلها، طيب عارف كيف؟ يعني ممكن اتصل الحين، يعني اذا سمحت طبعا انا استاذن منك، ممكن اذا اقدر اتصل يعني مع عند زوجتك ويعني وتخليني اتكلم معها. تخبرني انا هلا بس اطلع على البيت على الساعه 10 11 اذا بدك خليتك. طيب خلاص انا بطلع على 11 احكيني واتساب بس انت. خلاص احكي لك في واتساب. طيب انا هلا بالسهره عم ارجل بصيدا، عرفت كيف؟ طيب انت جاي على لبنان شي مره؟ طيب خلاص اتكلم ماشي. اكتب لك في واتساب. طيب وبعت لي اكتب لي واتساب. وبعت لي رقم المكتب اللي في لبنان، انا ابغى اتكلم. ببعث لك رقم المكتب بلبنان، قل له حبيبي انت مسؤول عن نفسه في البعث. خلاص انا اتكلم معه. بعت له وحده للزلمه، عرفت كيف؟ طيب والله هو بده يحكي لك حكايه صفر. ليك الو عمي، ايوه في مكتب اثيوبيا، هي اللي بتنسق هي ولبنان، هي مع مكتب اثيوبيا مع رقم مكتب لبنان، ما تقول انا اعطيتك رقمه. لا انا ابغى الرقم حق لبنان. زيتونه عمي اهلا، انت اذا بتحكي مع اما مع مكتب رقم زيتونه. طيب هي زيتونه هي اللي جابتها لمكتب لبنان. خلاص انا اخذ الرقم من ما في مشكله، بس انت تعطيني الرقم حق لبنان اللي في اثيوبيا. انا اقدر يعني اخذ الرقم من امها، بس الرقم المكتب اللي في لبنان اكتب لي الرقم في واتساب. الحين انا اكتب لك في واتساب. يلا ماشي، يلا مع السلامه. ኦኬ ያ ጀማ እንደሰማችሁት ነው። እኔ ብያችኋለሁ። እኔ ምንጊዜም ከሰው ጋር ስናገር በችግሩን እንዴት ነው አሁን እኔ ከሱ ጋር ለውስጥ ከተገባው መጥፎ ደረጃ እንደርሳለን። እኔ የምፈልገው የልጅቷን ህይወት ማዳን ነው። ገባችሁ? የልጅቷን ህይወት ማዳን ነው እንጂ የምንፈልገው ከሱ ጋር አሁን አንተ ምን ሆነህ ነው እንደዚህ ብለው የባሰ ችግር ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ እኔ አሁን በሲያሳ ያናገርኩት አሁን እሱ ምን አለኝ፣ ችግር የለውም እቺ ልጅ ከኢትዮጵያ ከመጣች 3 ወሯ ነው። ቤት ስራ እየሰራች አይደለም ያለኝ ነው የምነግራችሁ። ስራ እየሰራች አይደለም፣ አፍንጫዋን እየጎረረች መቱኝ ብላ እየወጣች ቪዲዮ እየቀረጸች መልእክት እያስተላለፈች ነው። አንተ ምን ይመስልሃል? ቤትህ ሰራተኛ አምጥተህ ምንም ነገር ሳታረጋት አፍንጫዋን እየጎረገረች ይኸው አፍንጫዬ ደምቻለሁ እየቀጠቀጠች ነው ሚስትህ ብትባል አንተ ምን ትላለህ? በእኔ ቦታ ብትሆን አለኝ። ያለኝን ነው የምነግራችሁ። እኔ ለሱ እንትም ያለኝን ነው የምነግራችሁ። እሺ እና ቆይ እቺ ልጅ ያጎቴ ልጅ ምን ይሻላል? ከአንተ ጋር እንዴት ትግባባላችሁ? መብቴው ምን ነው? መብቴው አለ እቺ ልጅ እኔ ሳመጣት 2000 ቀብድ ከፍያለሁ። ገና ከመጣች 3 ወሩ ነው። አትሊስት ቀብዴን ገንዘቤን ይመለስልኝ። መክተቡ ገንዘቤን አልሰጥም አለኝ። እቺ ልጅ 3 ወር ከሆናት 3 ወር ካልሞላት መክተቡ ግዴታ አለባት የልጅቷን ገንዘብ መክፈል ግዴታው ነው ስለው አልሰጥም አለኝ። እኔ ገንዘቡን አንተ ገንዘቡን ከሰጣችሁኝ ከፈለጋችሁ ወደ ሀገር ላካታለሁ፣ ከፈለግሽ ደግሞ ከዚህ ወጥቼ ሌላ ቦታ ሰርቼ ጠፍቼ እሰራለሁ ምትል ከሆነ መብቷ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ገንዘብ ያስፈልገናል። መክተቡ ደላላው ኢትዮጵያ ያለው ደላላ የግዴታ ይሄን ገንዘብ መክፈል አለበት። አዎ ባለፈው ልጅ ልክ እንደዚህ ነው። የባለፈው ልጅ ስንልካት ምንድን ነው አሰሪው ምን አለ? መክተቡ ለእኔ ገንዘቤን ካልሰጠኝ እኔ አያገባኝም አለ። ኦኬ ከዛ ልጅቷን አናገርኳት። መክተቡ ምን ትበላለ? ሙሉ ደሞዜን አግኝቻለሁ ብላ ትናገር እንድልካት አለኝ። ኦኬ አንቺ ሙሉ ደሞዜን አግኝቻለሁ በይ አልኳት። ሙሉ ደሞዜን ተቀብያለሁ አለች። ኢትዮጵያ ያለው ምን አረገ? ቲኬት ቆርጦ መክፈል ያለበትን ከፍሎ ልጅቷን ወደ ሀገር ላካት። ቪዲዮም ሰርታ አመሰገነቻችሁ። እቺ ልጅም ልክ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ለምን እነዚህ ሰዎች ቀብድ ከፍለዋል ለልጅቷ። ያ ገንዘብ ይፈልጉታል፣ ብሬ ነው ብለዋል። አሁን ያለው እድል
ወይ ይህን $2000 ለእነሱ መስጠት አለብን፣ መክተቡ መክፈል አለበት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያለውን አጀንሲ ማነገር አለብን። አሁን ኢትዮጵያ ያለው ኤጀንሲ ገንዘቡን ለዚህ ሰውዬ ሲልክለት ይሄ ሰውዬ ደግሞ ልጅቷን ከፈለገች እዛው እንድትቀር ወይንም ወደ ሀገር ይሸኛታል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتوتا في كبجمتوتا هي جرتو بجراتنا شمارك هنورون أمانتي براس وردوتا الحندم تكيسنو بجراتني بكجرتني تربي نشفانا حاجراتو ما شاء الله تبارك الرحمن. هدوتا كان جمالي هدوتا كانت تولي أكو فيديو رتي أجرتن كنا مجيو سمونا كنا ميديا كنا رأولي قدي ديمتي كفين نسير أجي شورا نمتيجي لكن يا تفضل لجري إتي إيه mucayyoo hirgittee mana keessa dhamaatee gara galtuu wallaaltee sanii har'aan tana rabbii gaditti sheerii ummanni godhee fi asii achi bittinneessanii waliin gahanii har'a rabbii gaditti qarqaarsa ummataatiin gara biyya ofii deebitee jirti jechuudha. Keessattuu sabaa fi sablammoota odoo adda hin qoodini nama ta'uu qofaan namummaa qofaan jechuudha. Namni dhaabbatee akka mucayyoon tuni mana sanii baatee naga ofiitiin gara maatii ofiitti deebitu taasisee mubaarakee jechuudha. Mucaa mubaarakee jedhamu kanaan suudii keessa jiraatanatti fakkaate yeroo kamiyyuu akkuma mubaarakee kaanii akkuma mubaarakee Oromoodha. Hedduu nama bira dhaabbachuudhaan beekamaa, hedduu takka rakkataa gargaaruudhaan ijoollee akkanatti mana madamii keessatti rakkattee haga injeessi dirasii biirootti dawwalee asii achi bilbilee haga maatiin yookaan immoo kafiila mucattiin tun bira jirtu hagasii dubbiseeti har'a mucayyoo tana akka mana sanii isiin nagaa ofiitiin baate biyya ofii galtuuf taasisee jira. Akkuma agartanii ilaa haga mindaa isiititti gaafatee fi namticha arabdichaa dubbisee kafiila mucayyoodha jechuudha. Har'aan tana baatee biyya geettee alhamdulillah galeen jira hedduu takka galatoomaa jettee har'a ummataanis galata deebisaaf jirti. Akkasuma obboleewwan yoo abbaan iyyatee ollaan iyya namaa baha akkuma Oromoon jedhee har'a yoo silkii harkaa qabaatanii rakkinna ofii yoo mataa ofiitiin illee viidiyoo waraabanii gabbahanii dubbachuu dadhabanii hiriyyaa ofiititti rakkoo takka yoo himatanii rakkoo haala keessa jiru san himatanii lookeshiinii manaa akka itti ergan beekan taanaanii bakka kamittuu rabbii gaditti ummanni inuma nama qaqqabaa jechuudha. Inuma dhaqqabanii baasanii akkuma agartanii dheengadda hurriin itti buutee mana namaa keessatti nama jadiida biyyarraa dhufe afaan hin beekne miti warruma beekuyyuu yeroo harawa namuu afaan beekee waa hunda beekee jiruu biyya namaa kana keessa ture galee ka'ee biyya namaatii biyya biraatitti deebi'u biyya ofiitirraa biyya biraatitti deebi'u mana duraa sanii miti bakka biraa deebi'e yeroo sanitti yoo ol seenan jallama godha. Isii immoo biyyarraa dhufte haarawa waa takka hin beekne isii waa takka quba irraa hin qabne akkuma ka viidiyoon isiidha kan bahe ka garagaraa bakka takkatti tumamtee dhiinni funyaan isiitirra jiruudha tokko kan bahe mucayyoo ollaatti dhossee horaabee deebi'ee immoo isii waamanii deemi nyaata fudhadhu jedhaniini ka qaallichi ofumaa horaabee jechuudha. Nyaata isiin nyaattutti illee haadhaqii fudhadhu jecha maaltu horaabuu isaan geesse garuu immoo dhugaan isiniin jira. Rabbiin kun yoo bakka wayitii nama baasuu fedhe yoo furmaata wayii namaa fiduu fedhe homa wayii sababa namaaf godha jechuudha. Mucayyoo tana immoo har'a rabbii sababa godhee fi qaallicha sanis viidiyoo waraabee ka gaafa duraa madamiin isii tumtellee mucayyoon waraabde rabbiin immoo lubbuu isii mana sanii nagahaan baasee jira. Inshaallah rabbiin ka hunduma keenyaa ka rakkate ijoollee teenya bakka hundatti rakkoo garaagaraa keessa jira rabbiin furmaata ofiitiin nuuf haa dhaqqabu. Namni keenya hedduu rakkoo keessa jira yeroo ammaa kana keessattuu rakkoon jabaatee jiras hammaatee jiras odoo danda'amee biyyattii Suudii jedhamtutu nurraa cufamtee dhugaan isiniin jira. Hunduu ummanni sagalee ta'ee biyya tana odoo ofirraa dhaabsisanii hedduu takka bareedaadha. Irra caalaan ijoolleen teenya achitti lubbuu ofii dhabaa jirti achitti rakkataa jiran achitti cinqamaa jiranii garagalii bishaan tu'irii olli yaa'aasanii garagalii biyya diinii qabdu biyya imaanaa biyya silaa namni keessatti rakkatuu miti ka rakkatee achitti boqonnaa argatu keessatti ijoolleen teenya hedduu takka dararamaa jirti. Inna rabbii furmaata nuuf haa fidu inshaallah rabbuma harka jirti wanti hundiyyuu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Waga viidiyoo biraati walitti deebinutti isiniin jaarratoota fi kabajamtoota kiyyaa.